يا جماعة، تخيلوا لاعب من الأهلي وفجأة اسمه يرتبط ببرشلونة. مو إشاعة واتساب ولا مصدر قريب، لا، الموضوع داخل الجد وبنبرة جاهزين؟ القصة بطلها مهاجم مصري شاب اسمه حمزة عبد الكريم، وبعد مفاوضات طويلة ومتعبة بين برشلونة والأهلي الأمور صارت أقرب من أي وقت. المفاجأة اللي تخليك تقول لحظة، ويش؟ إن المتوقع إن اللاعب يوصل مدينة برشلونة بكرة الخميس عشان يكمل إجراءات انتقاله بشكل رسمي ونهائي حسب ما نقل عن صحيفة سبورت الكتالونية. ليش الناس متحمسة؟ لأنها مو بس خطوة احتراف، هذا فيلم انتقالات كامل، شد وجذب، مفاوضات طويلة وشاقة، وبالنهاية الباب انفتح. بس للحين لازم آخر اللمسات الإدارية عشان يصير كل شيء رسمي. والحماس هنا إنك تتكلم عن برشلونة، الاسم اللي مجرد ما ينذكر تحس الأضواء اشتغلت والدراما بدأت. وبرشلونة اللي قاعد يدور يدعم فريق الرديف، مو كل هدف يقدر يجيب بسهولة، حتى المواهب اللي راقبها من زمان ممكن تطير منه بسبب القيود المالية وقانون اللعب المالي النظيف. مثال، النادي خسر سباق ضم المدافع الكرواتي الشاب ليونجا كيروفيتش، والصفقة قربت لإنتر ميلان بقيمة حوالي 2.5 مليون يورو زائد 2 مليون حوافز حسب فابريزيو رومانيو. يعني برشلونة ممكن يقدر يجيب موهبة من الأهلي وبنفس الوقت يخسر جوهرة كرواتيا لأن الحسابات مو راضية تتوازن. كرة القدم صارت مثل لعبة ميزانية، مو بس مهارات في الملعب. الحين السؤال اللي علقنا كلنا، إذا حمزة وصل برشلونة وخلص الإجراءات، هل بنشوفه يثبت نفسه بسرعة ولا بتطلع تفاصيل أخيرة تقلب الطاولة آخر ثانية؟ إذا تبي تعرف وش يصير أول ما ينزل خبر الإعلان الرسمي، خليك قريب واشترك، لأن بكرة ممكن نصحى على عنوان يخلي العالم يقول يا ساتر صارها.